السلام عليكم. اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه بالبيض والبطاطس حلوه قوي. الناس اللي بتحب البيض والبطاطس بجد هنعمل وصفه حلوه قوي. تعالوا اول حاجه معايا على نار. انا معايا هنا الطاسه، حطيت معلقتين زبده بلدي وحطيت معلقتين من الزيت، عملت ميكس بين الاتنين. فانت حابه تستخدمي زبده تمام، حابه تستخدمي زيت تمام، دي او دي كويسين تمام. هنزل بقى، هبدا هنا معايا بصليه كبيره زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى اخدها تشويحة كده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده معايا هنا نفس الحجم البصلاية، معايا هنا بطاطساية مقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفينه. ما تكبرش البطاطس اكبر من كده علشان تستوي معانا بسرعة. هبدأ بقى البطاطس والبصل هاخدهم تشويحة لحد ما بصي درجة اللون تغير شوية، تبقى داخلة على صفراء. ومعايا هنا برضو نفس الحجم قرن فلفل، هبدأ انزل بيه لو حابة فلفل مشطشط تمام، بس طبعا عشان الاطفال يعني. هقلب بقى، اخد تشويحة لما كله ده يغير معايا في اللون. بصي بقى، شفت كمية الطماطم اللي انا مستخدماها في الوصفة دي؟ هي عامة كانت قليلة، ما كانش عندي، فبصراحة ما قدرتش انزل اجيب. فانت لما تعملي نفس الكمية اللي انا عاملاها دي تستخدمي يعني الضعف الطماطم، يعني الطبق اللي انت شفتيه ده تعملي طبقين منه، لانها كل ما الطماطم بتبقى حلو كتير بجد بتبقى روعة تمام. يعني انت لو هتستخدمي نفس الكمية دي، انا استخدمت هنا 3 حبات من البيض، فانت لو تستخدمي تعملي نفس الكمية دي، تخلي الطماطم فيها بصي اللي هي تبقى الطماطم هي اللي تبقى مغطية على اللون البطاطس والبصل، هي تبقى اكتر. هبدأ بقى احط هنا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة. هقلب بقى كله ده مع بعضيه واسيبها لما تتسبك شوية، وبعد كده هبدأ اضيف البيض بتاعي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده الجمعة. كده سبتها اتسبكت مع بعضهم شوية تمام. طبعا زي ما قلت لك الطماطم تكون اكتر من كده. انا عملت هنا ضربت الثلاث بيضات مع بعضيهم مع حبة فلفل اسود، وحطيت لها برضو رشة ملح، وهبدأ ارشها زي ما انتوا شايفين كده. طب انتوا حابين تفقعوا البيض كده واحدة بواحدة بواحدة عادي برضو، بس انا بشوف ان هنا بيبقى كله متساوي تمام. هغطيها بقى واسيبها تشكشك مع نفسها كده، وبعد كده هبدأ ارفع الغطا. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا اي نوع انتوا تفضليه، لو مش حابة برضو عادي اهي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هرش بقى حبة بابريكا، وبتدي طعم خرافي يا جماعة، بتدي بجد طعم للبيض روعة، بتنقل الطعم في حتة تانية. ورشة برضو فلفل اسود. ولو ما حطيتش ملح في البيض برضو رشة من فوق. هسيب بقى لما الجبنة تسيح وتمام كده. كانت معايا انا عينتها من على النار، شوفوا عاملة ازاي بجد يا جماعة. وصفة حلوة قوي، لو جربتوها انا متأكدة انها تعجبكم. تنسونيش بقى باللايك والشير، اللي مشتركش في القناة يشترك فضلا منكم وليس امرا. تعالوا بقى نشوفها كده. وعلى فكرة لو حابة تقلبيها في طبق تاني، هي كانت متماسكة جدا شايفين، يعني تقدري برضو تقلبيها يعني. شوف شكلها عامل ازاي، الجبنة بجد مخليها خطيرة في اللون. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.